بس اللحمة احلى. ايه قلبناها اهي، نشوفوا بقى. استنى اجيب الشوكة. اللحمة دايبة. ادي الفلفل، ادي الكوسة، بصوا اللحمة. انا بحب احطها على النار، محبش اضربها في خلاط، تاخد تسكيرة وطعم. من غير ميه ومن غير اي حاجه، تاخد لها غلوتين 3. بعد كده بقى ايه، هعصرها واحطها على المحشي. احط حبه زيت كمان، يعني في كتير زيت اهو، في سمنه يعني. كده شويه. بس كده، ما نيجي نكمل بقى، احط واكمل. اعمل صدمه للحمه، ما ينفعش احطها تحت المحشي من غير ما تكون تاخد صدمه ووش. حبه زيت،
في البصلة تدي تسكيرة في المحشي. بعد كده هحط لحمة مفرومة عادي. كل اللي بتطبخي اللحمة عادي يعني. لازم المحشي تحطيله معلقة توم. نحط اللحمة. مبحبش اعمل المحشي مش ني ابدا، لازم كده تسبيكة ليه عشان يبقى احمر ومفلفل. اللحمة دي هنطلعها من الفريزر. كده اللحمة ايه استوت مع البصلة. لازم يبقى لونها كده عشان المحشي بتاعك يطلع احمر ومفلفل ميبقاش ابيض. انا مستنيه شغاله عليها هي الضاني. ممكن تتعمل باي لحمه يعني. بعد كده بقى هنحط الطماطم. بعد كده الصلصه طبعا. الطماطم اللي هنا موجوده هنا مش حلوه، ما اعتمدش عليها يعني، لازم صلصه مش زي طماطم مصر شويه. وبعد كده ابتدي احط ايه تتسبك شويه. وبعد كده هنبتدي نحط الصلصه. ما ينفعش احط صلصه عليها كده وهي ايه لسه ما اتسبكتش. شيل المناديل دي من المكان. طب يلا. طيب دلوقتي احنا ايه هنحط البهارات. الاساسي طبعا في الموضوع ده 3 انواع: كمون وكزبره والفلفل الاسمر. كمون ياما كده. روح المحشي الكمون طبعا. حط الكزبره، ملح، كزبره. متحبش تحط حاجه ايه على المحشي ولا
بودرة فلفل ولا بودرة بصل ولا الكلام ده، هما التلاتة دول بس. ما تسبك بعد كده الخضرة. هاتي ده، هاتي الحاجات دي كلها. ده بتسوى هنا طبعا على الضلوع مريانة، عشان الضاني بيحب بهارات ياما وفلفل ياما، عشان طبعا الضاني غير اي لحمة. ملح كده. كل ده هيخش في الايه، في المحشي، تحلية المحشي. دلوقتي ايه كده السبت اهي. نحط بقى فيها ايه صلصة بقى ايه ياما برضه. نزود شوية مية كده. تاخد وتدي شوية. بعد كده نحط الخضرة بايه، تبتدي بقى الحاجة دلوقتي هي كده ايه اتسبكت، والريحة بقى ايه لازم تبكبك كده. كده تاكلوا لحمة محشي حلو. كده الخضرة اهي، خضرة ياما، المحشي بيحب الخضرة الياما. طبعا الضلة متاخدش رز ياما، انا عاملة بس مغز كبير كده عشان عاملة حساب الخضرة، حساب اللحمة المفرومة. تاخد لها بقى ايه كده شوية كده غلية. لازم الخضرة تغلي عشان لو فيها اي حاجة النار بتقتل اي ايه حاجة فيها، مع اني انا غسلاها بليمون وكده، بس برضو النار لازم احب انا الخضرة تغلي في التسبيكة. تاخد لها كده شوية كده مع البصل والطماطم. لسه شوية تسبيكة هنا بس كده. بصوا اللون بقى عامل ازاي. لو انت حسيتي ان هو كتير عليكي التسبيكة والصلصة وكده ممكن تشيلي منها شوية جزء، ينفعتي مرة تانية. دلوقتي نطفي عليها كده. ايه هنحط الرز. دول مش بتحتاج رز ياما. لازم تبقى كده اللون ده، لازم يكون اللون ده. هتيجي كده نحشي. عايزه اقول لكم ايه قبل ما احشي على تركايه بالنسبه للكوسه. اقول لكم على تركايه للكوسه. بالنسبه للكوسه في ناس ايه ما تحبهاش عشان تقول لك ايه دلعه او عبه، فعشان تعلي الموضوع دوت شويه ملح على شويه فلفل اسمر. تروحي ايه حاطه كده، تروحي عامله كده تسيبيها
هنحط كده الفلفل الاسمر والملح كده ونحطها بس. حطوا الفلفل الاسمر والملح في الكوسه، تستنوا كده بتاع 5 دقايق ولا حاجه، هتبص تلاقيها عملت ميه. عايزه تصفيها صفيها، عايزه تسيبيها زي ما هي سيبيها. احنا هنبتدي نحشي دلوقتي. هحشي معاكم 1 أو 2. بعد كده ايه مع نفسي بقى هرجع لكم تاني. سخن. واحدة في كوسة، نحشي 1 فلفل، اللحمة المفرومة دي نعمل هنحط كده، نحيق المية اللي هنحطها نفس الحاجات. بس كده معيارها هتلاقيها كده ايه مظبوطه. اهو ابتدى، هو كده تقريبا استوى اهو، بس لسه طبعا الميه دي لازم تشرب، واللحمه برضو اهيت. طبعا لما اقلبها بقى هتشوفوها اللحمه. بصوا عامله ازاي. قربي كده اللحمه، بس اللحمه تتشرب بقى شويه واقلبها، ولما اقلبها تشوفوها بقى.